أنا دمي فلسطيني. أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. أنا دمي فلسطيني. فلسطيني وابن أحرار، جبيني بالسما ومغوار، على عهد الوفا يا دار، وعمره ما انحنى جبيني. فلسطيني فلسطيني. أنا دمي فلسطيني. هذه سفراء النجوم مع ألفا وسلاتي. لن أنزع الوشاح حتى يأتي الصباح. لن أنزع الوشاح حتى يأتي الصباح، ولكنني سأبقى دائما أرفع هذا العلم أينما ذهبت، أينما حللت، فهو العلم الذي به وجدت. لولا أنني أبحث عن ابنتي التي فقدت، أتعلمون أنني سعيد لأن هناك من يسهل لي دخولي إلى هذا المكان. سعيد فعلا أن هناك من سهل هذا الدخول وقال لي ماذا تريد؟ قلت فقط أعلن إعلاني وأقول ما في داخلي. سأعلن غياب ابنتي. أتعلمين 416 يوما من الإبادة. هذه الأيام العصيبة التي مررت بها وأنا أبحث عن ابنتي، ربما لا أجدها، أو ربما أجدها، ولكن من فرط حبي لابنتي وأعلم أنها ابنتي، إلا أنني دائما أقول في الولد ولا في البلد، لا يهمني إن لم أجدها، يهمني أن أجد النقطة التي فوق عين ابنتي حتى تعود غزة كما كانت. لا يهم أن أجد عزة، فقط أن أجد تلك النقطة. ويمكن أن تكون هذه النقطة في داخل كل واحد منا، في داخل كل من يستمع إلينا أو يتابعنا. هذه النقطة هي مركز الكون، هي بداية التاريخ. النقطة بها يستطيع الرسام أن يرسم لوحته، وبها يستطيع الكاتب والشاعر والأديب والمؤلف أن يكتب نصه. هذه النقطة هي نقطة بداية للإبداع، للخلق، للجمال. كم أنا في حاجة إلى هذه النقطة. صحيح أن هذه النقطة أراها كل يوم كدمعة تذرف لأم ثكلى لفقدان ابنها أو ابنتها. صحيح أن أرى هذه النقطة في شكل قطرة دم تنزل مع كل شهيد. هذه النقطة كم وددت أن أجدها حتى في الهواء. أعلم أنهم سرقوها منا حتى يتبجحوا علينا، سرقوها لإتمام عين غربهم
ونبقى نحن العرب نبحث عن هذه النقطة. لا تخافي يا ابنتي، حتى أنني جئت إلى هذا الاستوديو علني أنظر إلى السماء وأتابع النجوم، وأعلم أن النجوم موجودة في السماء، سماء الكون، لا حدود فيها ولا خارطة. السماء للجميع، تتسع للجميع، وكل النجوم مهما كان وجودهم من كل بلاد العربية أو غيرها. جئت يا ابنتي حتى أنظر لهذه النجوم، لأنها في يوم ما قلت لي: أبتي، ما هذه النجوم؟ قلت لك يا ابنتي: إنها أرواح الأطفال التي سقطت والآن تضيء سماء الكبار الذين لا يعلمون معنى الصغار. عزة، جئت ومعي هدية كنت تحبيها قبل أن تنامي، وأنا أربت على كتفي وأقول لك: كم حلمت وأقصى ما حلمت بالأقصى، وأنت تحلمين يا ابنتي بالأقصى. ولكن لا أستطيع أن أعوضك عن أمك رحمها الله، فأنت تحبينها كثيرا وتغنين دائما: أحن إلى خبز أمي. ولمسة أمي، أحن إلى خبز أمي وقهوتي أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي، وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي، من دمعي أمي. محمود درويش، أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي. تحية لكل أمهات الشهداء، تحية إلى الشعب الفلسطيني، إلى شعب الجبارين، إلى من علمونا الصمود، إلى من يواصلون المقاومة. نتعلم وديما نقول كي نتحدث على اليوم راني نخجل منهم. أنا نحب نقول شكر من القلب نزار الكشو. نزار الكشو قبل ما نقدم نزار الحقيقة، لأنه أمتعنا برغم الجرح، برغم هذا النزيف اللي قاعدين نعيشوا فيه، مش فقط من 7 أكتوبر، أما قاعدين نعيشوا فيه على امتداد سنوات. يعني سيدة الأرض وما قدمته سيدة الأرض. أنا ديما نقول أنا نخجل منهم. نزار عبر بطريقته، بدموعه، بجزء من الأشلاء، أشلاء من المسافة صفر. هذا العمل اللي يظهر لي عملت فيه 60 عرض نزار. 63. 63.
63 بهذايا معناها اللي في الاستوديو. بالاستوديو. بالاستوديو، اما ما زلت حد علمي، ما زلت في ايام قرطاج المسرحيه باش تفاجئهم. ما زلت كل يوم كل يوم معناها باش نعيشوا أشلاء من المسافة صفر. العمل الجديد لنزار الكشو، نزار الأكاديمي، نزار الجامعي، نزار المؤطر، نزار من يناضل في صمت، نزار الصوت الثائر، نزار صوت الآخر، نزار معناها تجربة متميزة جدا متنوعة من حيث التجارب. هو أيضا مدير مخبر البحث والتطوير، رئيس الرابطة التونسية لمسرح الشارع، مختص في التدريب والتكوين. اليوم ونحن في إطار أيام قرطاج المسرحية واللي اختارت أنه تكون المقاومة شعارها، ساعتيني أنت انطباعك على هذه الدورة من خلال البرمجة بشكل عام، من خلال شعار الدورة، من خلال الندوة أيضا اللي أقيمت اليوم واللي هي على مستوى مقاومة الإبادة والمقاومة. انطباعك نزار؟ هو أولا أنا نحب من خلالك أنت تحية الكبيرة دائما أسوقها إلى أهلنا في الخطوط الأمامية، سواء في غزة شعب الجبارين أو حتى في لبنان وفي غيرها من المناطق. للأسف بدأنا ندخل غمار توسعة رقعة الحرب، هذا في ظل صمت رهيب لعديد الأطراف التي من المفترض يكون صوتها عاليا، لكن ما يثلج الصدر هو أن تجد في كل مرة من يخفف هذه الوطأة. ولعل الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية جاءت بطريقة فيها من البحث الشيء الكثير، وأنا سعيد جدا أني واكبت الندوة الدولية حول المسرح والإبادة والمقاومة نحو أفق إنسي جديد. أتمنى أن يكون هذه بداية البحث الحقيقي لتوثيق وكتابة التاريخ، ولا نجعل المنتصرون يكتبون، لأن فعلا تعتبر الإبادة الآن إبادة هي الأولى عبر التاريخ، إبادة وصلت بها الأرقام إلى أرقام مهولة جدا. فبالتالي علينا أن نفكر، وخاصة المبدع. فسعيد جدا بهذه الاستضافة التي جاءت متزامنة فعلا مع هذا الجرح، متزامنة فعلا مع هذا الألم، ولكن متزامنة أيضا مع هذا الأمل الذي لولاه لما كان هناك المبدع، لولاه لما كان هناك ذاك الذي يفكر، ذاك الذي يكتب. فأتمنى أن نستوعب الدرس، أتمنى أن ننظر إلى هذه الإبادة نظرة بناء وليست نظرة بكائيات، لأنه ما راح، ما خسرنا، ولكن ما ينتظرنا هو كما في أشلاء يذكر عبد البصير، وهو أول ما رأى في طوفان الأقصى، عاد له بصره لمدة 75 ساعة فاكتشف أبناءه أطفال الحجارة كيف يغيرون هذه الحجارة إلى أدوات أخرى، إلى طيارة، إلى سيارة، إلى مسيرة، إلى طرق أخرى لتطوير العبارة حتى في المسألة التواصلية. أظن أن ما يحصل الآن ثورة حقيقية على الأدوات البالية في التعامل مع المستعمر، في التعامل مع المحتل، مع الذي دخل مرحلة تجاوز فكرة الاحتلال إلى الاستحلال، بمعنى وصل إلى مرحلة وكأنه يحلل الدماء، يحلل الاغتصاب، يحلل الافتكاك لهذه الأرض، يحلل افتكاك الحق. فهذا الاستحلال هو مبالغة لمفهوم الاحتلال التقليدي، الاستعمار التقليدي. نحن الآن نعيش الاستحلال الإسرائيلي، هذا الاستحلال الذي أمام كل العالم ننظر بعين واحدة وكأننا نخاف من ردة فعل أو نخاف من صوت يأتينا من الضفة الأخرى. لابد أن نفكر سويا، ولعل أيام قرطاج المسرحية ليست
كباقي المهرجانات هي قاطرة، وللعلم وأعلم للفكر وأريد أن والمعرفة. أوصل للناس، هي الدورة 25 ولكن السنة 41. يعني احنا راهو من المزايا أيام قرطاج المسرحية هي أول مهرجان، أول أيام، أول ملتقى جنوب جنوب إفريقيا وعربيا. إفريقيا وعربيا. وبالتالي عندما نرى 120 عرض ونرى الناس في كل العروض القاعات ممتلئة، ونرى أكثر من 32 ضيف دولة، يعني أكثر من 32 دولة تشارك في أيام قرطاج المسرحية، فهذا دليل آخر على أن عراقة هذا المهرجان. وعندما نرى أن الافتتاح يكون أول عرض دولي لفرقة من الصين تأتينا بزخم تراث الصين وباستشراف هذا التراث بتقنيات حديثة، تقنيات لها من استعمالات التكنولوجية والرقمية بشكل كبير. أعتبر رغم أننا في بداية المهرجان، في بداية الأيام، أن البداية كانت موفقة، وأنا سأعلنها رغم حساسية وضعي. صحيح أن أيام قرطاج المسرحية لم تبرمج مسرح الشارع، لم تبرمج مسرح الشارع، وانت هذه حسيت انك معناها ازعجتك المساله، حسيت كثيرا. منها برشا، رغم انه فما شكون من لجنه التنظيم قال انه يوم الجمعه ثم عرض شارعي لمجموعه جربه. قلت هذا مهم، ولكن انتم لم تعلنوا ذلك، فقط اعلنتم انكم ستثمنون مجهودات اولا مسرح المتوج لدور الثقافة ودور الشباب، وهذا العمل ينتمي إلى دار الثقافة بجربة. أيضا تثمنون مجهود النوادي في المسرح المدرسي. هذايا ليس تبريرا لعدم وجود مسرح الشارع. هذا تغييب ما ردوا انه اليوم معناها نزار انت من رواد مسرح الشارع في تونس، لكن ما عناش برشا. هذا تغييب ما ردوا انه ما فماش معناها اطراف فاعله ربما في هذا المجال، انها اليوم باش تحكي، انها اليوم باش تطالب. وايضا ما فماش زاده حتى من الناحيه القانونيه، راه فما مشكل زاده، لانه فما بين ظفرين ربما العباره لا تقال هاجين، لانه ما فماش زاده كيف هيكله قانونيه زاده لمسرح الشارع. هو الملاحظات في محلها. اولا المساله القانونيه في مساله الرابطه التونسيه لمسرح الشارع بطبيعه الحال ما زالت قيد الترتيب بطبيعه الحال. ثانيا النقطه الثانيه والاهم هو انه المهرجان كان مبرمجا في الدوره الماضيه، لكن بحكم الغاء قبل المهرجان بايام الغاء الاحتفالات لأن كانت وتيرة الغزو الاحتلال أو غزو المحتل على غزة كان قويا جدا، فبالتالي ألغيت الاحتفالات. لكن هذه السنة أعتبر أن لا مبرر لعدم برمجة مسرح الشارع، رغم أننا اقترحنا عديدة الأشياء لهيئة المهرجان. اقترحت أشياء من المسافة صفر للمشاركة بها منذ أسابيع. أنا حسيت إنها كانت تنجم تكون موجودة حتى في الافتتاح، حتى أمام المسرح البلدي. هو للأمانة اقترحنا أن يكون 5 عروض المتوجة إقليميا على مستوى دور الثقافة الذين يتهيئون للوطن إن شاء الله في شهر ديسمبر، 5 فرق حسب الأقاليم والتقسيم الجديد للدولة التونسية. ولكن لست أدري لماذا لم يقع قبول هذا المقترح. المقترح الثاني هو الاستئناس على الأقل بالفرق اللي شاركت السنة الماضية، أيضا لم يقع قبول ذلك. هنا أدعو مسرحيين، على الأقل مسرحي فناني الشارع، أدعو أنهم يحولوا أعمالهم من النادي إلى جمعية قانونية، حتى يستدعوا، خاطر هنا فما لجنة الشراءات
بطبيعة الحال من وزارة الثقافة تحديدا من إدارة المسرح. هنا أتمنى من كل المجموعات التي تنشط في مسرح الشارع والذين لديهم عمل، أرجو أن يعجلوا بطلب عرض هذا العمل أمام لجنة الشراءات تابعة للوزارة، حتى نجمع أكثر عدد ممكن من الجمعيات، حتى نفتك يوما مثل ما افتككنا يوما للمسرح المدرسي. أتمنى أن نفتك يوما ويستمر النضال ويستمر النضال. نزار، أنا نحب نختم معك بجزئية على مستوى الأشلاء من المسافة صفر باش نتصل بضيفنا أيضا من الأردن الأستاذ حكيم حرب. أشلاء من المسافة صفر نتحدث عن عمل متميز، نتحدث عن عمل يعتمد على تقنية الارتجال، على التفاعل المباشر. فهذا مهم لأنك أنت قدمتها في عديد المناطق وعديد الأماكن، تواصلت مع الناس، تواصلت مع المواطنين، تواصلت مع التلامذة، تواصلت مع الطلبة في الشارع. عمل من خلال شخصية محورية، شخصية عبد البصير، واللي فيها رمزية كبرى حتى على مستوى التسمية، على مستوى تسمية هذا البطل، لأنه في نهاية الأمر أشلاء من المسافة صفر هو بحث عن الذات، أيضا تأكيد على حق العودة. الأرض، أنا ما نقولش البحث عن الأرض لأنه الأرض موجودة، ولكن أحق العودة. فالعمل هذايا أنا نحييك عليه، في برشا بحث، في برشا جهد. ما نتصورش أنه ارتجال غير مدروس، لا، نزار الكشاو ما يقومش بحاجة غير مدروسة، هو ارتجال مدروس، كل كلمة بحسابها، كل حرف بحسابه. كنت أتمنى ولا زلت أنه العمل هذايا يتوجد في أكثر من مكان، علاش لا ما تكونش فيه مشاركات دولية، لأنه الموضوع قائم. احنا بعد ايام الاردن تحتضن مهرجان للاعلام، قضيته المحوريه هي غزه وما يحدث في غزه، معناها الموضوع قائم، وانا ننتظر منك مشاركات اخرى. أكيد احنا منفتحين مع كل المقترحات، لأنه صدقا التجربة هذه هو راهو للأمانة كي دخلنا تو يسمى المحطة رقم 63، راهي هذه المحطات رغم تنوعها، خدمنا في البحر، خدمنا في وسائل النقل العمومية، تو قاعدين نرتب في القطار ما بين تونس وعنابة على الجزائر إن شاء الله، ثم أيضا ترتيبات أخرى في فضاءات أخرى. خدمنا في الملاعب الرياضية وتفاعلنا مع الجماهير. أيضا نحاول تنويع هذه الأعمال، وخاصة في المهرجانات الدولية، لأنه الجرح واحد، الألم واحد. وبطبيعة الحال أفق هذا العمل هو أنني أتمنى أن لا نصل إلى نبقى في أشلاء مسافة الصفر فاصل، ولا نصل أشلاء مسافة صفر واحد، لأنه نريد أن نصل إلى مرحلة الاستقرار حتى أستطيع أن ألملم أشلائي في عمل، وهو بعنوان هذا المشروع الذي سيكون جاهزا، وهنا مش فرديا بطبيعة الحال، هذا كله اشتغالات هنا وكأنها بروفة، وكأنها بروفة ميدانية، نحن نقول وكأنها في المختبر بالضبط، في المختبر. انتظار إن شاء الله. وأنا نقول ديما لا يكتمل العرض إلا باكتمال النصر، وهذا العرض هيك علاش ما نسميهش عرض، تسمية أخرى اسمها احتجاج مسرحي. هذا الاحتجاج يقوم أساسا على شخصية واضحة، هدف واضح، منطلق واضح، ولكن جسد العمل هو يبنى بالتفاعلات مع الناس، مع الجمهور، وهذا اللي يخلق ديناميكية أخرى. نتمناه أشلاء مسافة 0.416 يوم اللي هما أيام للإبادة أن تكف، حتى نكف عن الاقتحامات ونقوم بهذا العمل ويرى النور تحت عنوان، وهنا سكوب لك أنت، وهو أشلاء أو النقطة المفقودة.
أشلاء أو النقطة المفقودة. مهم برشا العنوان هذايا. أكيد أنا باش نرجع معك نزار لك شو لعديد التجارب، خاطر ما نجمش نحصرك بركة ولا نختزل مسيرتك المسرحية في الأشلاء من المسافة صفر، لأنه التحركات الاحتجاجية عندك أنت راهو عندها مدة طويلة. نزار لك شو قدمت عديد الأعمال، تو نرجع لها بعد شوية. تذكرني من أعمالك أنك تذكرني بما حدث في الحوض المنجمي، تذكرني شنو صار في قفصة. ما نجمش ننسى الأعمال هذيك، نرجع لها بعد شوية بعد ما نسمع محمود درويش. لا تعتذر عما فعلت. أنت تعتذر عما على قاعد قمت أنا به؟ سأعتذر. محمود درويش لا تعتذر عما فعلت. لمحمود درويش